يبدأ الفيلم باحتفال الحيوانات بقدوم كيارا بنت ملك الغابة سيمبا، ويظهر القرد الحكيم وهو يقدمها للحيوانات اللي تنحني إلها. وبهالأثناء نشوف تيمون وبومبا أصدقاء سيمبا ويكونون فرحانين كلش هواية بكيارا بنت سيمبا، ويظهر إنه كيارا تكون وقحة هواية وبنفسها تعرف اللي موجود ورا أرض العزة مثل أبوها سيمبا وهو صغير بالضبط. لكن أبوها يحذرها ويقول لها ديري بالك تطلعين خارج الحدود اللي رسمتها إلك، لأن هذا بيه خطر عليك. لكن هي تكون ما مقتنعة بكلامه وتروح وتظهر نالا زوجة سيمبا وتقول له انه كيارا بنته طالعة تشبه بالضبط. لكن سيمبا يبين عليه انه قلقان عليها هواية ويطلب من تيمون وبومبا يروحون وراها وينتبهون عليها. ونشوف كيارا وهي تركض وتلعب، وفجأة تشوف كيارا مدينة حلوة ويكون بنفسها انه تروح عليها وتشوف موجود بيها شنو، لكن هي تبقى خارج الحدود اللي ابوها محددها إلها. وفجأة تحس احد وراها، ولما تباوع تلقاهم تيمون